طبعا هو ليس من مسؤوليه وزير العدل والحريات. وزير العدل والحريات حينما يلاحظ مخالفات معينه سلطته يعني هي سلطه الاحاله، ولكن المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يبت ويبقى النظر السديد لجلاله المعين. الحاله ديال القاضي السابق اللي ذكرته هذه حاله تحملتها لوحدي، اقول لكم لوحدي، حوالي 3 سنوات. كانت هناك مخالفات، كان هناك احاله على المجلس الاعلى. اكتشفت شخصيا بان الموضوع يتطلب يعني معالجه نفسيه، والمجلس قرر اجراء بحث تكميلي على اساس ان تكون فيها المعالجه، واخذنا الملف مع المقرر واعطينا المقرر اخر اللي هو رئيس اول معروف عليه يعني يقول على التحمل والصبر والامان، ودعوته الى مكتبي لاقول له انك لست امام شخص تريد ان يخضع للتأديب، يقضينا انك امام شخص